يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير. النادي الاهلي يفوز على النادي الزمالك بنتيجة 4-1. نتيجة تقيلة طبعا. الف مليون مبروك لكل اخواتي واصحابي والناس اللي بتتابعني الاهلاوية. مليون مبروك، تستاهلوا الفوز بصراحة. اداء واسلوب لعب وطريقة ومدرب عبقري. مارسيل كولر مدرب عبقري. مدرب عبقري، انا كنت اتكلمت عليه قبل كده بعد افريقيا وقلت من وجهة نظري ان هو ما يقل شيء عن مانويل جوزيه، وقلت ان هو ما يقل شيء عن فيريرا. ودلوقتي الكلام بيتثبت. مارسيل كولر بيلعب قدام الزمالك تحس ان هو حافظ هو نازل يعمل ايه، مش محتاج يفكر، مش محتاج يحسبها، مش محتاج يعمل اي حاجه. كسب الزمالك بفرقه مجهده. كسب الزمالك بنص ملعب غايب اللي هو عطيه، مروان عطيه طبعا البقاء لله، يعني كان في عزا والده فطبعا غاب عن اللقاء. لعيب مهم جدا، اثر ما اثرش. واحد واثنين وثلاثة في الشوط الأول. صحيح الزمالك رجع في الشوط الثاني، صحيح الزمالك مسك الكرة في الشوط الثاني، الزمالك جاب جول، لكن في الآخر راح ردد بهدف وكمل الرباعية وسيطر تماما على اللقاء وكسب وخد كل اللي هو عايزه من المباراة. مش عارف بصراحة، أنا مش عارف بصراحة ربنا الزمالك محتاج إيه تاني عشان الإدارة تفكر بقى. يعني احنا خسرنا تقريبا كل البطولات، مش تقريبا، احنا خسرنا كل البطولات. احنا داخلين على البطوله العربيه واحنا بنعرج. يعني انا مش فاهم بصراحه. يعني واحد زي ابراهيم نضاي ده انا ما اعرفش مين اللي جابه ومين اصلا اللي قال له يلعب كوره، والله بتكلم بجد. ابراهيم نضاي نفسي اقعد معاه اقول له انت كنت بتبقى عايز تعمل ايه؟ انت كل كوره كنت بتاخدها بتبقى عايز تعمل فيها ايه؟ يعني بيفوت الكوره ما تعرفش هو بيفوتها لمين اصلا، ما فيش، هو اصلا اخر واحد، يعني هو المهاجم وبيفوتها. كور غريب، الكره اللي عمر جابر عملها له ما اعرفش هو عايز يعمل فيها ايه، هو نفسه مش عارف. هو بيتفاجئ بكل كوره. لعيب مش متواضع، هو لعيب ما بيلعبش كوره اصلا. وفرقه الزمالك بكل امانه بكل امانه لا تصلح. الفرقه كلها باستثناء زيزو. وعلى فكره برضو محدش يشيل اوسوريو الليله. اوسوريو معذور والله يا جماعه. شوف الظروف اللي هو جاي فيها وشوف اللعيبه اللي هو بيستخدمها وشوف كل حاجه. يعني انا النهارده شفت شيكابالا بصراحه تقيل على الفرقه قوي، يعني بامانه مش مكانه خالص، ما كانتش المباراه بتاعته خالص. بس في نفس الوقت فكرت قلت طب هو المفروض يطلع شيكابالا، وسكت تاني قلت هو ينزل مين مكانه؟ يعني ينزل مين مكانه طيب؟ فبامانه يعني ده مستوانا، هو ده مستوى الزمالك، ما حدش يتضايق، هو ده مستواك، هو ده ادائك. احنا اتخدعنا طبعا. انا ما كنتش برضه اطلع اتكلم ولا اتكلمت في مباراه طبعا المقاولين بتاعت السته، ولا طبعا بعد فيوتشر لما الناس كلها قالت لك اخيرا الزمالك بقى بيرجع بعد الهزيمه، ودي حاجه حلوه وكل حاجه، لكن بامانه هو ده مستوانا. وانا عارف برضه ان احنا هنخش البطوله العربيه وهنطلع ونقول احنا هنعمل ونسوي، وهو ده برضه مستوانا، وبرضه هنخرج بفضايح. بجد الزمالك محتاج حاجات كتير قوي، محتاج حاجات كتير قوي 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 بجد عشان نشوف الزمالك اللي هو يقدر ينافس السنه دي. يعني احنا نحمد ربنا على التالت ده بجد، يعني نحمد ربنا والله العظيم بجد. احنا مستوانا يعني مقارنة بالسنة اللي فاتت، السنة اللي كان مقفول لنا فيها قيد واللي كنا متشحبرين فيها، لا احنا ولا حاجة خالص بأمانة. والأهلي بأمانة يستاهل الفوز، والأربع أهداف مفهومش شك، مفهومش كلام، عشان بس ما نقعدش نقول حاجات كتير ملهاش لازمة. هتقعد بقى تقول لي كور تانية، في الآخر هم كسبونا كورة، الأهلي كسب كورة بكل أمانة. والبيلين بتاع زيزو بيلين، وخدت البيلين وجبته، طب خلاص بقى. فما اعتقدش برضو ان ايه، يعني عشان انا عارف ان احنا هنقعد نستنى النهارده ايه سبب الهزيمه وجامايكا كان فين النهارده وطبعا بقى طبعا مين عمل ايه وناس في تل ابيب عملت حاجات اللي بنقعد نسمعها كل مباراه، والاسباب اللي ملهاش اي معنى ولا ليها اي وجود غير ان احنا بنعلق شماعه غلطاتنا على شماعه حد تاني بس. طبعا بتمنى من كل اللي بيسمعني ان هو يوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات عشان ما يبقاش موت وخراب ديار. يعني انتوا شفتوا منتهى بجد اللا شيء او السوء في الاداء من الزمالك.
وتاني بقول مليون مبروك لكل الاهلاويه اللي انا بحبهم واللي هم اصحابي واخواتي، والف الف مبروك وحقكم تفرحوا بالفرقه بتاعتكم. فرقه تشرف، فرقه بتعرف تكسب، فرقه بتعرف تأدي بشكل كويس. حتى عايز اقول لك على فكره، الاهلي مش في احسن حالاته، والله الاهلي ما في احسن حالاته. الاهلي لو في احسن حالاته كان الشوط الاول على الاقل 5. الاهلي لو بيلعب كوره كويسه طبعا، والنهارده ادى بشكل كويس، بس عشان الزمالك واقع قوي. لكن الاهلي مجهد، الاهلي في لعيبه غايبه، الاهلي ما ضغطش بالشكل اللي المفروض كان يعمله عشان يكسب سكور. انا بتكلم بمنتهى الامانه وبكل صدق.